السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديدة. عارف راسي غبرت عليكم بزاف، ولكن اليوم قلت ضروري خاصني نلقى الوقت باش نشارك معكم هذه المعلومات لانها فريمون مهمة بزاف. سواء كنتي ما عرفتي شي حاجة على المانيا غادي تستافد، سواء كنتي مهتم بالدراسة تكون المهنية او الخدمة في المانيا غادي تستافد، او الا كنتي ديجا بديتي البروسيدير ولا ديجا مشيتي لالمان بواحد من الطرق هذه غادي تستافد ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم اهم التعديلات اللي داروا في القانون ديال الهجره ديال المانيا، واللي صراحه فريمون شي حوايج اللي زوينين بزاف. الشباب اللي ديجا خدامين دابا باش يمشيو يعني كيقراو اللغه الالمانيه ولا بداو كيدفعوا غادي يلقاو بعض التحديات كيف ما لقاوها الناس اللي قبل منكم واللي مشاو بطبيعه الحال، ولكن هاد التحديات ان شاء الله نتوما ما تبقاوش تلقاوهم. واحد التحديات اللي فريمون كانوا صراحه هما اللي مبرزطين في القانون ديال الهجره القديم ديال المانيا، والحمد لله المانيا دارت دابا حلول زوينه بزاف باش انها تحيد هذا الشيء. الفيديو ديال اليوم يكون شويه طويل لان التعديلات كاينين بزاف وكل شيء غادي يستافد ان شاء الله. والناس اللي ما عارفينش المانيا حاليا راه كل شيء ممكن يمشي ليها، ماشي كنزيد فيه، يعني كنهضر على الواقع، كنهضر على الناس اللي كنعرفهم اللي مشاو شخصيا، ناس اللي مزوجين مشاو، ناس اللي مطلقين مشاو، الناس اللي عندهم الفلوس مشاو، اللي ما عندهمش الفلوس مشاو، الناس اللي عندهم 18 عام مشاو، اللي عندهم اكثر من 30 عام حتى هما يمشاو. يعني الحمد لله المانيا ما بقات كتحرم حتى شي واحد من الحلم ديالو الا كان بغى يمشي للغربه ويحقق ذاته تماك وينفع راسو وينفع بلادو. ديما كنحكر على النقطه ان الواحد ديما يدير في باله انه ينفع بلادو، لان هذه كتبقى واحد التجربه، ماشي الجنه، راه كاينين مشاكل، كاينين تحديات، كاينه الغربه اللي كل شيء كيدوي عليها. ولكن اللي كاين واللي مهم بزاف بالنسبه لي وبالنسبه لكم حتى نتوما هو انك تمشي كتعلم وكتحك في ذاك البلاد وكتولي واحد يعني من واحد المشكل في المغرب كتولي حل للناس اخرين في بلادك او في البلاد ديال المانيا. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هذه غادي ندوي اولا على المانيا، علاش حاليا فيها هذه الهجره بزاف، علاش بزاف كلشي كيدوي عليها، علاش كتسمع بان نصف المغرب كيقرا اللغه الالمانيه بالتخبيه. اسمحوا لي. غادي ندوي من بعد على الطرق اللي ديجا كيمشيو بهم الناس حاليا، اللي كيمشيو بهم، اللي ديجا مشاو بهم، وغادي ندويو حتى على التحديات اللي كانوا كيلقاو، وغادي ندويو ان شاء الله على التعديلات اللي غادي يداروا في هذا القانون الجديد واللي ان شاء الله غادي يحلوا دوك المشاكل اللي كانوا لحد الان. يعني فريمون كاين شي حوايج اللي فريمون زوينين بزاف، ضروري تتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، راني غادي يكون شويه طويل. وقف الفيديو، سير صوب لك شي اتاي ولا شي لعيبه باش تشد بها الستون وجي مرحبا بك. على بركه الله نبداو بلا ما نطول عليكم، سير على الله. ما درتش الانترو حقاش الانترو كان فيها واحد ديسك اللي قالوا لي مؤخرا فيه الكوبي رايت، فصافي حيدته ونيت كيبان لي غير كنضيع عليكم وقتكم به. اللي بغى يشوف الانترو يقدر يمشي للفيديوهات اللي قبل ويشوفوا. اليوم بغيت نجي نعطيكم اللاصق. دونك هذا اللي كتشوفوا قدامي دابا هو السيت يعني الموقع الرسمي اللي كيتحطوا فيه اهم التغييرات ديال قانون الهجره ديال المانيا. اسمحوا لي. دونك علاش كلشي كيدوي دابا حاليا على المانيا، علاش كلشي كيقول لك المانيا هذا كيقرا بالتخبيه، هذا مشى، هذا كتسمع ولد دربكم ما كان داير حتى لعبه فريمون، كان هذاك مفقود فيه الامل. المغرب كيدوي عليه كحاله، كيقول لك عندنا الحالات ما الحالات، كتسمعوا مشى لالمانيا كي دار ليها، واش مشى حارق؟ لا سيدي، مشى بالاوراق، مشى في الطياره، مشى ترونكيل ريغولو، كيبان لك دوز شهر ورجع عاوتاني دوز كونجي ورجع عاوتاني، كتصدم كتفهم حتى لعبه. دونك المانيا حاليا كتحتاج بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس غادي يخرجوا دابا للتقاعد وغادي يخووا بزاف ديال البلايص. فبالتالي محتاجين الناس. ما غاديش نقول لك ان الالمان عاجبهم الحال وفرحانين وقالوا وي غادي يجيو عندنا ناس اخرين من بلدان اخرين، بزاف ما عجبهمش هذا الشيء هذا، ولكن اللي كيحكم هو الاقتصاد. الشركات محتاجين بنادم. اليوم شفت واحد الروبورتاج ديال واحد السيد كانوا عنده 3 ديال الشركات ولا مع 4، اضطر انه يسد 2 ديال الشركات حقاش ما عندوش الخدامه. تخيلوا معايا 2 شركات سدهم، ولا ما سد الاولانيه والثانيه الله كيسد فيها حقاش ما عندوش خدامه. الخدمه كاينه، الخدامه ما كاينينش، ما كاينش اللي يخدم معاه. وكيبينوا حتى ان زعما عندهم تجربه زوينه مع الناس اللي جابوهم من يعني من الاوسلاند، من دول العالم الثالث باش يخدموا عندهم، كيلقاو بان عندهم تجربه زوينه معاهم. حاليا الاوروبيين ما بقاوش هما باغيين يمشيو لالمانيا، لان المانيا فيها واحد الكاركتر، الناس ديال واحد الناس اللي كما كتسمعوا عليهم كاملين، واحد الناس اللي عمليين، اللي قاصحين، اللي كيعرفوا غير الخدمه. فبالتالي الاسبان والطاليان ودوك الدول اللي اللي حتى هما عندهم ليكونومي ديالهم شويه طايحه، كيفضلوا انه يبقى في بلاده ويتخلص من الشوماج ولا يخدم شي حاجه قليله ويتبرع بالشميشه.
وهذا الشيء كيخلي ان المانيا تفتح الباب لكل شيء للناس من دول العالم الثالث اللي بغى يحسن الوضعيه ديالو، اللي بغى يتعلم يدوز واحد التجربه جديده، كتفتح لهم الباب باش انهم يمشيو عندها. وفريمون محتاجين بزاف ديال الناس، وكل مره كيديروا قانون وكيحاولوا يطريطيو وكيشوفوا شنو المشاكل اللي وقعوا فيه، وكيديروا تعديلات، والتعديلات الحمد لله اللي غاديين لحد الان كاملين تعديلات اللي فريمون زوينين بزاف. وهذا الشيء اللي نوريكم اليوم راه فريمون غادي يعجبكم بزاف، سواء كما قلت ما عارفوا على هذا الشيء غادي يعجبك الحال، كنتي ديجا بديتي البروسيدور غادي يعجبك الحال، كنتي في المانيا ديجا مشيتي حتى انت غادي يعجبك الحال. واحد الحاجه عجبتني انا بزاف، هادشي ان شاء الله غادي نشاركه معكم. دونك القانون هو هذا اللي كتشوفوه دابا، راه شوفوا شحال ديال الخير، شوف شحال ديال التعديلات، تبارك الله. سير انت شوف تبارك الله. تخيلوا معايا هادشي كامل تعديلات، هادشي كامل. كما قلت الفيديو يكون شويه طويل، ما ندخلش في كل شيء في لي ديتاي، ولكن غادي نشرح لكم يعني اهم الحوايج اللي غادي تستافدوا منهم ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. الناس اللي حاليا ديجا كيمشيو لالمانيا، بالنسبه للناس اللي ما عارفين والو، كيمشيو لالمانيا عن طريق الدراسه. يعني الدراسه باش تمشي لالمانيا كتكون يعني اللي عندك 13 مليون او شي واحد اللي يضمنك، ماشي ضروري يكون من العائله، ماشي ضروري يكون الماني، ماشي ضروري يكون لاباس عليه بزاف، المهم يكون عنده واحد الصالير مزيان يقدر يضمن شي واحد كيقدر يضمنك. اولا خاص يكون عندك كونت يكون فيه تقريبا واحد 13 مليون، وخاص تكون عندك اكثر من 13 ونص في الباك. يعني الا كانوا عندك هاد الشروط كاملين ننصحك انك دير الدراسه، لان كتبقى الدراسه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، واحد الاكسبيريونس اللي انا شخصيا درتها في المانيا واللي كنصح بها بزاف ديال الناس انهم يديروها. الا ما كانوش عندك هاد الشروط وما كنتيش قادر انك تخدم على اللغه لواحد الدرجه باش تجيب اكثر من 90% في البي اينز، او لا ما عندكش الليسونس مثلا وما تقدرش انك دير ماستر، فبالتالي نقدر ننصحك انك دير التكوين المهني. شنو هو التكوين المهني؟ هو التكوين المهني بحال اللي عندنا هنايا، غير هو كيكون مفرق بين الشركه وبين سميتو المدرسه. كتقرا كتخدم 3 ايام وكتقرا واحد اليومين، وهذيك 3 ايام كتخدم بها كتخلص عليها، فبالتالي هذاك الصالير اللي كتاخذ كيعفيك من ديك الضمانه. والتكوين المهني في المانيا الاغلبيه فيهم ممكن ديرهم غير بالنيفو ديال السانكيام، ماشي النيفو ديال السانكيام ولكن النيفو ديال السيزيام، يعني تكون ناجح في السانكيام. وكاينين شي وحدين اللي ممكن بلا سانكيام ديرهم، ممكن شي وحدين كاع ممكن ديرهم حتى بلا ابتدائي، حتى ممكن ديرهم الا كانت عندك شي حرفه ولا شي حاجه. المهم هذا بالنسبه للتكوين المهني ما فيه الشروط تقريبا. يعني الشرط الوحيد اللي كاين هو اللغه، لان هي اللي باش تجيب بها الكونطرا ديالك، وهي باش غادي تمشي وتخدم بها تما. والناس اللي عندهم اي دبلوم، سواء دبلوم ديال التكوين المهني او دبلوم ديال الجامعه معترف به في المغرب، سواء كان ديال بريفي ولا ديال الدوله، ولكن معترف به يعني بحاله بحال ديال الدوله، ممكن دير له الاعتراف وتمشي تخدم به تماك. تقلب على خدمه ديريكت، ما كاين لا بلاتفورم فين كتسجل حتى شي حاجه، كتعيط للشركات ديريكت وما كدوي معاهم وكتطبر على راسك. دونك هادو هما الطرق اللي كيمشيو بهم بزاف ديال الناس حاليا. في الفيديوهات اللي قبل راه تلقاهم فلاشين، كاينين بزاف ديال التجارب ديال الشباب اللي شاركوهم معاكم، تقدر تشوف ديك الساعه اون ديتاي كيفاش داروا تمشاو. رغم التحديات اللي كانوا عندهم، يعني كتلقى ما عندوش الباك، كتلقى ما عندوش فلوس، كتلقى كبير فلاج مثلا، والحمد لله كل شيء قدر انه يمشي. اهم حاجه ديما كنحكر عليها هي اللغه، وعلى ذكر اللغه راه عندنا جروبات جداد ديال اللغه الالمانيه في الجيرمان تريننج سنتر، غادي يبداو ان شاء الله في هذا الشهر هذا. اللي مهتم بهم مرحبا به. الا كنتي في كازا كاين سونتر في كازا، الا كنتي في شي مدينه اخرى راه ممكن انك تحضر لي كور ديالنا اونلاين. فوالا دوزو دابا الاهم التعديلات اللي داروا في هذا القانون الجديد. دونك غادي نبداو من الفوق. كاين شي حوايج، يعني هذا القانون غادي نقدروا نقسموه على 3 ديال المراحل. اليوم غادي ندويو على 2 ديال المراحل، والمرحله الثالثه غادي نخليوها ان شاء الله حتى الفيديو يعني جايه. المرحله الاولى اللي ندويو عليها هو الحوايج اللي ديجا طبقوا دابا ابارتير من نوفمبر 2023، شي حوايج اللي زوينين بزاف. ومن مورا غادي ندويو على الحوايج اللي غادي تغيروا ابارتير من مارس 2024، يعني باقي شهرين ويتفعلوا هاد اللعيبات الجداد اللي فريمون واعرين حتى هما. وبالنسبه للشونسن كارت، يعني هذيك الكارت ديال الحظ ديجا كنت دويت عليها في فيديوهات قبل، ان شاء الله غادي ندويو عليها من بعد ملي يقرب التفعيل ديالها، راه غادي ندويو عليها ان شاء الله. فوالا دونك اليوم غادي نحبسوا كما قلنا هنايا في هذه البارتي هذه. تقول لي يا ودي دابا هادشي هذا راه يعني غادي تقرا علينا وكل شيء. صراحه ما غاديش غنقرا عليكم، ما نعطيكم شي حوايج اللي جايين من البراتيك، يعني شي حاجه من البراتيك
وعلاش هذا القانون هذا مهم بالنسبه لهذه الحاله هذه، فهمت؟ يعني انت تقدر تقرا كاينين بعض الكلمات اللي ما تقدر ما تفهمهمش، لان باش تفهمهم خاصك تكون طحتي في داك المشكل. يعني مثلا فاش نقول لك الفوغان بروفونغ، خاصك تكون طحتي في داك المشكل باش تعرف شنو هي الفوغان بروفونغ. باش نقول لك الكواليفيكاسيون، خاصك تكون عرفتي شنو هو المشكل، طحتي في واحد المشكل باش تفهم شنو هي الكواليفيكاسيون. كيقول لك ما عندك الكواليفيكاسيون. دونك هادشي كامل ان شاء الله غادي ندوي عليه اليوم. نبداو باول طبقه، هما الناس ديال البلاوا كارت. دونك شنو هو البلاوا كارت؟ هي واحد لاكارت كتسمح لك انك تخدم في اوروبا كامله، ماشي غير في المانيا. كتخدم في المانيا ولكن ممكن تمشي لبلدان اخرى تخدم فيها، ممكن تجيب العائله ديالك دغيا، الوليدات ديالك. وكاين واحد الخبر زوين للناس غادي ندوي عليه ان شاء الله من بعد ما نوصلوا ليه. المهم هي فيها بزاف ديال لي زافونتاج. شحال هاد البلو كارت هادي كانوا الناس الا بغيتي تاخذها على حساب الخدمه اللي غادي تمشي تخدم بها في الالمان. الا كنتي غادي تمشي تخدم شي خدمه في الانج باس بيروفه، يعني مثلا شي حاجه في الانجينيوري، شي حاجه في الميديسين، شي حاجه في السيونس، في التكنولوجي الى اخره، يعني كتسموا المين بيروفه ما بقيتش الى ما خفتش كذب. ماتيماتيك، انفورماتيك، ناتور فيسنشافتن، يعني السيونس والتكنيك. يعني الا كنتي في هاد الخدامه هادو كانوا كيقولوا لك بان انت خصك اسيدي تجيب 44000 اورو ولا مع 42000 اورو. والا ما كنتيش واحد من هاد الخدامه هادو خصك تجيب كونطرا يكون فيها 52000 اورو في العام. 52000 اورو في العام. باش تجيب صراحه 52000 اورو في شي دومين اخر صراحه شويه ما ساهلاش باش تجيبها من المغرب. مازال لي دومين تكنيك كيكونوا فيهم هاد لي صالير هادو، وكما قلت لي دومين تكنيك كانوا طالبين لهم دي صالير اقل من هذا الشيء هذا. دابا هذا الشيء غادي يتغير الشباب. الناس اللي عندهم هاد لي دومين هادو تكنيك، ماتيماتيك، انفورماتيك، ولاو كيطلبوا لهم غير 39000 اورو في العام، اللي صراحه دابا راه واقيلا راه صالير اللي ماشي شي حاجه فريمون، راه طايح بارابول الناس اللي يمشي يخدم مثلا تماك انجينير ولا كادر، راه صالير اللي طايح. فبالتالي مزيانه، يعني واحد مشغل تماك في المانيا غادي تشجع انه يجيب ناس من على برا، لانه واحد في الالمان ديجا هو ما لاقيش بنادم في الالمان، فبالتالي غادي تشجع انه يجيب شي واحد من على برا، لان غادي يكون الصالير ديالو قليل. دونك هذا فيما يخص الناس اللي ديجا كما قلت اللي عندهم المينت بيغوفه. الناس دابا اللي ما عندهمش المينت بيغوفه ما تبقاش كيطلبوا لهم 52000 اورو، يوليو كيطلبوا لهم غير 53 43 سمحوا لي 43000 اورو. يعني 43000 اورو هي كتشوفوها هنايا. الوغ شحال هادي راه كانت 52000 اورو. وقالوا لك الناس اللي مثلا يلاه بادي حتى هو ماشي مشكل غادي يطلبوا ليه 43000 اورو. يعني الا كان من شي دومين اخر اسمحوا لي الناس اللي بادين غادي يطلبوا لهم 39000 اورو. تقول لي زعما فين كاين المشكل؟ علاش هذاك اللي بادي يطلبوا ليه غير صالير قليل؟ لان بحال قلتي غادي يجي وغادي يقدر يخلص في لاسيرونس وفي الصندوق التقاعد، يقدر يخلص مده طويله. فبالتالي داروا ليه تساهلوا معاه، قالوا ليه واخا انت مثلا قريتي الماناجمنت مثلا اللي ما كينتميش لهذا البيغوفه هادو، قالوا ليه ماشي مشكل انت تقدر نحسبوك بحال راك من دوك البيغوفه. بالحق خاص يكون السن ديالك باقي قليل وتكون يلاه بديت، يعني يلاه بادي لا كارير ديالك. دونك هذا فيما يخص البلو كارت، يعني حاجه اللي زوينه بزاف، واللي انا متاكد ان هذا الشيء غادي يسهل على الشركات، وماشي يسهل يشجع الشركات انهم يجيبوا ناس من على برا، وغادي يسهل حتى على الشباب انهم يلقاو عقود، لان كما قلت ما يبقاوش شروط كبار بزاف. وصراحه حتى اللي ما فيش هاد الشرط هادو راه ماشي مشكل. يعني البلو كارت ماشي ضروري تاخذ البلو كارت، كما قلت هي فيها بعض لي زافونتاج، مي ممكن الانسان يمشي خدمه عادي بلا هاد البلو كارت هادي. دونك ندوزو الحاجه الثانيه واللي باقي نيت في هادشي ديال البلو كارت، هو ان هذوك الانك باس بيغوف شحال هادي كانوا غير المينت، دابا راه تزادوا عليهم شي وحدين اخرين. كما قلت تزادوا عليهم الناس اللي يلاه بادين الخدمه، تزادوا عليهم الناس ديال الاي تي سبيسياليستن، يعني صحاب الاي تي صحاب الانفورماتيك، تزادوا عليهم حتى همايا. وبال هادو كيقول لك اودي واخا ما يكونش كاع عندك كاع الدبلوم، حقاش هاد الناس هادو خاص يكون عندهم دبلوم ديال الدوله او لا دبلوم ريكوني بار ليطا. هادو قال لك اسيدي واخا ما يكونش عندك داك الدبلوم ماشي مشكل، هانيه ما كاينش المشكل، تقدر تجي وتخدم ديريكتومون في الالمان، كاينش مشكل. الا كان مشغل قال لك اودي هاد السيد هذا راه تعلم الانترنت، تعلم الانفورماتيك في يوتيوب، مي راه ناضي كيصوب بروجيات كيصوب داكشي ناضي، دونك ماشي مشكل يعطيك صالير ديال الانجينير ويجيبك، ما كاينش مشكل. غادي تزادوا على هاد الناس هادو ناس اخرين، ناس في البرودكسيون، ناس في ديال التكنولوجي، داكشي ديال الريزو الى اخره، الناس ديال الناس اللي المربيات،
الناس اللي في قطاع ديال الصحه، الطبيب البيطري، الطبيب ديال الاسنان، الصيدلي، المهم هادشي ديال الصحه حتى هو، وليدوكاسيون غادي تزادوا المربين والاساتذه حتى هما غادي يدخلوا في هاد الناس هادو اللي يقدروا يحصلوا على هاد البلو كارد. دونك كما قلت هادو الناس الجداد غادي تزادوا. دابا هادشي الاخر ما غاديش ندخل فيه، ما ندخلش فيه بزاف. كما قلت يعني ماشي شي حاجه اللي مهمه بزاف، مي اهم حاجه هما هاد اللعيبات هادو، شكون هما الناس اللي يقدروا يجيو لهادشي ديال البلو كارد. دابا ندوزو الحاجه اللي تغير ابارتير من نوفمبر، اللي ديجا تغيرت، يعني هادشي اللي ديجا مفعل دابا واللي ممكن انكم تستافدوا منه. هنا اول حاجه خاصنا نفرقوا بين الريغليمنتير تي بيغوفه اون ريغليمنتير تي بيغوفه. الريغليمنتير تي بيغوفه شكون هما هذوك الناس اللي ماشي غير خاصو اعتراف ويمشي يخدم ديريكتومون، لا خاصو بحال قلتي بيرميسيون من عند الدوله تعطيه بانه الحق انه يمارس ديك المهنه. شنو هما المهن؟ هما المهن اللي كيكونوا شويه كريتيك، بحالاش بحال واحد طبيب مثلا، بحال مثلا ممرض، بحال استاذ. يعني هادو ما يمكنش يجي واحد يقول لك اودي انا راه ديجا قرات في المغرب صافي دير الاعتراف ديبلوم ديالك واجي تخدم. لا، كيقولوا لي خاصو واحد الرخصه، لان بحال قلتي كيتحمل واحد المسؤوليه. اوكي. وتقريبا اغلب الخدامين اللي كاينين دابا راه ماشي ريغليمنتيات، يعني الاغلبيه نشت اون ريغليمنتيات. فبالتالي الناس اللي بغاو يديروا الالكترونيك، الانفورماتيك، الريستوراسيون، لوطيلري الى اخره، كاع دوك لي دومين تقريبا كما قلت لي ما فيهمش واحد المسؤوليه، راه كلهم ممكن انسان يديرهم، ما كاينش المشكل. دونك هنا اول حاجه واحد اللعيبه في هذا القانون هذا شنو قال؟ Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte und Verzicht. دونك هذه اللي كنت بغيت نقولها لكم، واللي فريمون مهمه بزاف 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 بزاف، هي ان ما تبقاش الفيرتيش. يعني بحال قلتي ما يبقاوش يطلبوا منك الكواليفيكاسيون. هذه راه ما يمكنش لكم تخيلوا شحال مهمه هذه القضيه هذه. المهم لحد الان الشباب اللي كانوا كيبغيو يدفعوا لالمان مثلا خدمه، شنو كانوا كيقولوا لهم اودي خاصك دير الاعتراف. والاعتراف دابا فاش كيدار في المؤسسات ديال الاعتراف، سورتو في الاهاكا ديال الفوزه، كيتعطل بزاف، كيدي واحد 8 شهور باش كيتعطل، باش كيخرج. والا ما عندكش ديك الكواليفيكاسيون ما يمكنش لك تخدم، ما عندكش حق تخدم. ضروري اي دومين بغيتي تخدم فيه في الالمان كيقول لك خاصك الكواليفيكاسيون، خاص الدبلوم ديالك يكون بحال الدبلوم ديال الالمان. والا كان غير تايل فايزا انيركانت يعني ماشي كامل، غادي ندخلوك في واحد البروسيس باش توصل لديك الكواليفيكاسيون باش انك تقدر تبقى في المانيا. ايوا الخبر الزوين الشباب هو ان الكواليفيكاسيون ما غاديش تبقى، وبالتالي شكون اللي غادي يحدد واش انك تقدر تخدم في الالمان او لا ما تقدرش تخدم؟ هو المشغل. وهذه هي احسن حاجه. دويت مع واحد المشغل مؤخرا وكنت قلت ليه بان قال لي على واحد الدراري بغاو يجيبهم، قلت ليه اودي راه عاوتاني عندنا داك المشكل ديال الكواليفيكاسيون، وهو اللي نبهني لهاد القضيه دي. قال لي راه ما تبقاش، هو جابها من لا سورس، يعني ماشي غير حقاش بعض المرات كيكون مكتوبه شي حاجه ولكن التطبيق كيكون باقي معطل. هو ديجا دوا مع المكاتب ديال الاجانب، وقالوا لي بان حتى هذيك ما تبقاش. حقاش الحاجه اللي كانت كتعطل دابا وشنا هو ملي كتدفع الدوسي ديالك مثلا للمكتب الاجانب، كيخصو ديك الكواليفيكاسيون باش ياخذها. شكون اللي كيفرض عليك بعدا؟ مكتب الشغل هو اللي كيفرض عليك. فبالتالي كيصيفطوا الدوسي ديالك، كيطريطا واحد المده طويله، سير دير لانيكينونغ، دير الاعتراف، دير بزاف ديال التخربيق، من بعد يشوفوا واش يعطيوه لك ولا ما يعطيوهاش لك. هادشي دابا ما يبقاش. فبالتالي حتى الطريطمون ديال الدواسه عند الاوسلندا بهود، عند مكاتب الاجانب، غادي يولي ان شاء الله سريع، ما يبقاش ياخذ دوك الشهور اللي كتسمعوا عليهم. كتسمع بان شهر اعتراف مثلا، ماشي اعتراف يعني تسريع، باش يخرج لك تسريع دا واحد 3 شهور ولا دا واحد 6 شهور. حاليا كاينين مثلا في كل باش تاخذ تسريع، باش تحضر الصال على التسريع كيدير لك تقريبا واحد 6 شهور هكاك. ومني كندويو مع المكتب الاجانب كيقول لك اودي انا الدوسي راه نطريطيه لك في 2 سوايع، نطريطي الدوسي نحيدو عليا، راه حنا كنصيفطوه للمكتب الشغل وهو اللي كيتعطل علينا بزاف. وكنبقاو جيب لي هادي، ارى هادي، جيب لي هادي. داكشي اللي كيخلي ان الدوسي ديالك كيتعطل واحد 6 شهور. فبالتالي هذه ما غاديش تبقى ورا ليا برع برع. يعني ان شاء الله ما يبقاش هذا المشكل، ويعني غادي الهجره غادي تولي ان شاء الله الالمان تولي ميسره بزاف. مي اتونسيون هادشي كندويو عليه دابا، كندويو ديما على الريغليمنتير اون ريغليمنتير بيغوفي. يعني كما قلت الاغلبيه ديال الخدامين في الدومين تكنيك حيد منهم الناس ديال التمريض، هذوك باقي عندهم الكواليفيكاسيون ضروريه. خدامين اخرين كما قلت لي فيهم واحد المسؤوليه، راه الا كتبتوا ريغليمنتير تبعوا، فمثلا دخلتوا لهاد اليوم كليكيتوا عليهم راه غادي يبان لكم الليسته ديالو.
دونك هذا واحد لافونتاج اللي زوين بزاف واللي غادي تستافدوا منه. دابا الحاجه الثانيه، هادشي اللي كنقول لك دابا راه ديجا مطبق. وحاجه اخرى عاوتاني سمحوا لي نسيتو، اللي حتى هي واعره بزاف. مثلا دابا كاين الدراري دابا، وهذا غير واحد الاخ دويت معاه مؤخرا، هو تبارك الله اكتيف في السوشيال ميديا، اللي عنده يعني مهاره واعره، كيعرف يخدم في لي ريزو سوسيو وداكشي. ولكن عنده ديبلوم في القانون، وملي مشى لالمان بغى يخدم في هذا الدومين هذا. هو مشى في واحد التكوين ديال الاي كوميرس، ولكن قال لك اودي انا بغيت نمشي لهذا الشيء ديال السوشيال ميديا، بغيت نخدم فيه، انا ديجا محرك فيه، عندي اللغه دابا الحمد لله مزيان، بغيت نخدم فيه ديريكتوم. قالوا لي اودي خاصك الكواليفيكاسيون. دابا هذا السيد هذا يقدر يمشي يخدم في اي خدمه بغاها، كما قلت خاصها تكون غير نيش ريغليمنتيات. اي خدمه بغاها غادي يمشي يخدم فيها. المشغل هو اللي كيحدد. الا قال لك المشغل مرحبا ممكن تخدم معايا، راه ممكن تخدم معاه. الا قال لك المشغل لا، دونك راه المشكل عندك ديك الساعه مع المشغل. يعني ما نبقاوش نقول لك المشغل انا اودي راه بغيت تكون عندك بروفيل واعر وراك خدام ليا، ولكن مكتب الاجانب قال لك لا، ولكن مكتب الشغل قال لك لا، خاصك الكواليفيكاسيون، خاص يكون عندك ديبلوم في هذا الشيء هذا. فهذا الشيء راه ما يبقاش. الا عندك ديبلوم في اي حاجه ولقيتي خدمه في شي حاجه اخرى، راه ممكن تخدم ديريكتومون بلا هاد الكواليفيكاسيون. حاجه اللي واعره بزاف، وهادشي راه ديجا مفعل دابا. يعني الشباب اللي كاينين في الالمان اللي كيقول لك اودي انا راه باغي نبدل، راني عندي مع واحد الدومين مزيان كنخدم فيه، عندي حرفه ولكن ما عنديش فيه داك الدبلوم. الا مشيتي عند المشغل درتي عنده ستاج وبنتي لي راك خدام، راه ممكن انك يعطيك كونطرا وتخدم معاه بلا ما يخصك دبلوم في داك الدومين. دونك هذا واحد الحاجه اللي واعره بزاف صراحه. دوزو الحاجه الثانيه، هو البلان ديال البيروفسكرافت فاها، يعني الناس ديال الطوبيسات اللي يسوقوا الطوبيس والكار بجوج، السائق المهني. دونك هادو كان عندهم واحد المشكل شحال هادي، هو ان كانت كيطلبوا منهم هاد الفوان بروفونغ. شنو هي الفوان بروفونغ؟ هو انك مثلا دافع انت ودافعين واحد 3 المان وواحد البولوني، غادي يهزوا بطبيعه الحال دوك البولوني والالمان هما الاولين، يهزوا الالماني هو الاول، الا ما لقاوش غادي يهزوا البولوني، الا ما لقاوش عاد باش غادي يهزوك نتايا. ايوا سيدي هادشي راه ما يبقاش، الحمد لله الفوان بروفونغ غادا تحيد ويولي اي واحد لقى خدمه غادي يخدم، ما يبقاش للمشغل يخصو يبدا يشرح المكتب الاجانب والمكتب الشغل علاش بغاوك، علاش انت مهم ليهم، وما يبقاوش طالبين منك حتى اللغه. يعني حتى اللغه ما يبقاوش طالبين منك، حاجه اللي فريمون مهمه بزاف. هذا البلان هذا نورمالمون هنا كيقول لك بان يعني البيرمي ديالك الا كان من اوروبا ما كتحتاجش دير واحد الكون كواليفيكاسيون. دابا غادي تولي واحد الحاجه اللي زوينه، هو ان الشباب وهادشي ان شاء الله راه خدامين عليه ان شاء الله هذا العام هذا، خدامين على واحد البروجي ان شاء الله. بلا كنت انت يا سائق شاحنه وعندك ديجا اللغه، رد البال في الانستغرام ديالي اللي راكم عارفينه سعيد.هوغا. غادي ان شاء الله نجربوا واحد الطريقه اللي جديده ولا نعتمدوا فيها على هذا القانون هذا، باش نجيبوا شباب اللي عندهم البيرمي ويجيو يخدموا ديريكتومون في الالمان كسائقين شاحنه. يعني ما يحتاجوش انهم يديروا البيرمي او يديروا تكوين مهني يعاودوه في المانيا. فهذا الشيء ان شاء الله اون فوا غادي نطبقوا، راه غادي نعلنوا عليه في ولا نفتحوا الباب التسجيل غادي نعلنوا عليه في الباج ديالنا ديال الانستغرام. اوكي دونك هادو هما اهم التغييرات اللي يكونوا ابارتير من شهر نوفمبر. دابا ندوزو على الحوايج اللي غادي يتبدلوا ان شاء الله في مارس 2024. وهادو راه مهمين بزاف، سي فري باقي ما تفعلوش، ولكن ضروري انك تعرف زعما شنو هما الحوايج اللي غادي يجيو في الطريق واللي ممكن تستافد منهم. كما قلت راه كاينين معلومات حتى بالنسبه للطلبه اولا معلومات بالنسبه للناس اللي دايرين تكون مهني ولا اللي باغيين يديروا الخدمه. دونك اول حاجه الاوفنتال ديال الانيركينونغ، يعني شحال هادي كنتي خاصك دير ديك الانيركينونغ هي الاولانيه عاد باش تقدر تمشي لالمانيا. دابا لا، غادي تقدر تجي لالمانيا تخدم في تبدا فيها الخدمه كيعطيوك كدير واحد اللعيبه هي هنايا كاينه هنايا، هي هذه اللي كيديروا الدراري بزاف، الاغلبيه كيديروا هذه اللعيبه هذه كتسمى الانيركينونغ بارتنرشافت. شنو كتعني هذه؟ كتجي مثلا كتلقى واحد المشغل كتكون ديجا درتي داك الاعتراف ديالك، يخرج لك اعتراف جزئي ولا اعتراف كامل. اللي ما فهمش الكلمات هادو يرجع يشوف فيديوهات قبل اللي دويت فيهم على الناس اللي جاو خدموا ديريكتومون في المانيا. دونك كنتي كتسنى تيخرج لك داك الاعتراف اللي كيدي تقريبا واحد 8 شهور هكاك ولا ما عرف شحال على حسب اش من دومين اللي عندك، وعاد باش ديك الساعه تقدر تجي لالمانيا وتخدم. دابا لا، دابا ممكن انك انت تجي تخدم ديريكتومون ان شاء الله تبدا الخدمه ديالك، غير هو الشرط هو ان خاص يكون عندك واحد التكوين مهني يكون مثلا قريتي فيه عامين
ويكون معترف به. ان شاء الله انا كنقول يعني باقي ما لقيتش هذا الشيء في السيت ديال القنصليه، ولكن غالبا غادي يديروا واحد الليسته اللي فيها لي ديبلوم، اولا غادي يتاكدوا غير منها بان راه مثلا الدبلوم ديال التكوين المهني راه ديال الدوله. الناس اللي عندهم دبلوم ديال التكوين المهني ديال الدوله راه ما عندوش مشكل، يقدر يبدا يجي ديريكتامون بلا ما يحتاج يدير الاعتراف. مي بحال قلتي كيلتزم انه فاش غيجي يبدا الاعتراف ديريكتامون، وغادي تقاتل باش انه يكمل داك الاعتراف. هما عارفين ان دوك المؤسسات كيتعطلوا في الخدمه ديالهم، فكيكتبوا واحد البارتيه بان خاصك تقاتل باش انك تاخذ داك الاعتراف ديالك تماك. ولكن ماشي مشكل، انت راك ديك الساعه كتكون ديجا خدام كتخلص، يعني داك الاعتراف الوقت ما خرج ديك الساعه ماشي مشكل، ما كتبقاش في ستريس اللي كيكونوا فيه الدراري في المغرب. كتلقاه مسكين شحال هو جالس كيتسنى ما عارف ما يدير. دونك هذه واحد الحاجه اللي فريمون مهمه بزاف. كما قلت غادي يبداو يكونتروليو الناس اللي عندهم دبلومات ديال الدوله، راه ما عندهمش مشكل. اللي عنده دبلوم بريفي غادي يقولوا ليه يجيب لنا مثلا شي ورقه بانك كدل بان الدبلوم اللي عندك راه شطات ليش انا كانت وصافي. وديك الساعه لقيتي خدمه راه تقدر تجي تخدم ديريكتام. حاليا لي رونديفو ديال الخدمه راه ما كيتعطلوش بزاف، يعني خصوصا الناس اللي عندهم موافقه ديال مكتب الشغل راه ما كيتعطلوش بزاف. ابار الناس اللي عندهم تسريع دوك خلاص الحمد لله ما كيتعطلوش ليهم كاع. ولكن كما قلت هادشي ان شاء الله مازال غادي يزيد يتيسر اكثر. دونك شي حاجه اخرى هنا اللي مهمه كما قلت ما غاديش نحاول ما ندخلش في كل شيء، راه ممكن ديروا لاباج بالعربيه وديك الساعه تشوفوا يعني داكشي اون ديتاي. هنايا عاوتاني كيقول لك بان الدويتش كنتنيس يعني النيفو اللي غادي يوليو يطلبوا راه غير الاتسفا، يعني باش تجي تخدم ولا باش تجي دير الاعتراف ديالك ولا باش تدخل لهاد البارتنرشافت، هاد الاناكرونكس بارتنرشافت راه خاصك غير الاتسفاي. وفعلا الناس اللي ديجا دابا داروا التسريع ديال المانيا راه ديجا ملي كتشوف الورقه ديال التسريع كتلقى بان هاد السيد هذا عنده بي اينز ولا اتسفاي نيفو، يعني راه ما كيطلبوش لك ضروري البي اينز، راه ممكن غير بالاتسفاي. الاتسفاي اللي هو الادو راه ممكن انك تحصل عليه من مورا مثلا 5 شهور ولا 4 شهور ديال اللغه الالمانيه. الا كنتي خدمتي مزيان راه ممكن انك تحصل عليه وتبدا البروسيدور. غير هو انا كنصح ديما الدراري من الاحسن يكمل حتى البي اينز ويخدم على اللغه، فريمون يشد اللغه مزيان. ما تحاولش انك غير تقلب على الشهاده وصافي، مي فريمون شد اللغه مزيان، لان هادشي كامل اللي كندوي عليه اليوم راه الا ما عندكش اللغه راه ما كاين حتى شي حاجه. كل شيء كيعتمد على اللغه الالمانيه. هنا عاوتاني غادي يديروا واحد سميتو، هذا هو القانون اللي كنت دويت عليه قبيله. يعني عاوتاني يقدر يجي شي واحد اللي ما عندوش كاع ديبلوم، ولكن واحد السيد اللي حريفي مثلا يقدروا يتنازلوا ليه على داك الدبلوم ديالو كاع بالمره. بحال قلتي صافي واحد حريفي ناضي يجي يقضي الغرض للشركه، ما يبقاوش يحكروا ليه بزاف على داك الدبلوم ديالو ديال الدوله ولا ماشي ديال الدوله. كما قلت يعني هادشي دايرينه في اطار تيسير ديال التشغيل في المانيا. وديجا راكم عارفين دابا يعني حتى الدبلومات راه ما بقاو ساويين والو، كتلقى واحد اللي واعر ناضي ما عندوش دبلوم، واحد عنده دبلوم ولكن راه والو ما يقضي لك حتى شي حاجه. فوالا هادو كيدويو على الناس ديال اصحاب الفليغ هيلفسك خيفت. شكون هما هادو؟ المساعدين الممرضين ولا لي زانفيرمي اوكسيليير. لوكسيليار راه كان هو كيقدر يمشي لالمانيا بالدبلوم ديال العامين، ولكن الناس ديال سميتو المساعد الممرض صراحه ما كنعرفش شي واحد ديجا مشى، مي حتى هادو دابا راه يبداو يسروا لهم باش انهم يقدروا يمشيو لالمانيا، غادي يسروا لهم المسائل ديالهم لان فريمون عندهم خصص اللي كبير بزاف في القطاع ديال التمريض. فبالتالي الدراري دابا اللي قراو مثلا هنايا في المغرب مثلا غير عامين او قراو غير عام، راه حتى هما ممكن انهم يديروا هاد التكوين المهني او ماشي ديال التكوين، يقدروا يمشيو يديروا الاعتراف الدبلوم ديالهم ويمشيو يخدموا به في الالمان. واحد الفيزا ديال البحث عن عمل صراحه هذه ديجا كانت في القانون الجديد ولكن ما فعلوهاش وما كنصحش بها اونيتمون، لان فاش كتمشي لالمانيا وما عندكش خدمه راه كتمشي كتضيع غير فلوسك. وديك 6 شهور الاولانيه هما راه دابا هنا جددوها ماشي زادوا فيها، قال لك غادي يزيدوا فيها ما تبقاش غير مثلا 6 شهور، غتولي ما عرفتي راه كاتبين 12 شهر، لان عرفوا بان داك 6 شهور الاولانيه يلاه بنادم كيقلب على الكرا يلاه كيبدا يتعلم شويه كيفاش يقلب على خدمه يلا. فهادو ديجا صراحه ما كنصحش بهم. الانسان يقرا اللغه ديالو يقلب على كونطرا من المغرب. ديجا دابا بزاف ديال الشركات راه كيجيبهم من المغرب، فبالتالي الهضره بدات كدور ان راه في المغرب الحمد لله كاينين بزاف ديال الناس اللي عندهم نيفو زوين واللي كيجيو لالمان كيديروا اكسبيريونس زوينه. فبالتالي الانسان من الاحسن يمشي من المغرب يمشي عنده الكونطرا ديالو باش ما يتكرفصش تماك. وهذه هي النقطة اللي باغي ندوي عليها وصراحة اللي عجبتني بزاف. كتلقى بزاف ديال الدراري في الالمان كتلقى هو اللي عنده والديه مثلا خدام عليهم،
كيمشي كيبقاو لوالديه في المغرب وكيبدا يصيفط لهم، ولكن ما كيكراش ان والديه يكونوا معاه. ايوا سيدي راه دابا ما بقيتيش عندك الحق تجيب غير ولادك صافي، مي راه تقدر تجيب حتى والديك. هما كتشوفوا هنايا كيقول لك ان تقدر تجيب حتى الالتان، ها هو هذا تقدروا تجيبوا والديكم الالمان يعيشوا معكم الا كنتوا قادرين انهم تصرفوا عليهم. والحمد لله الواحد الا كان كاري دار البلاصه اللي يسكن فيها واحد يسكنوا فيها جوج، اللي يسكن فيها ثلاثه يسكنوا فيها اربعه، تجيب والديك وتسكنهم معاك ديك البريود اللي جالس انت كتطور راسك كتنمي في راسك في الالمان. فريمون حاجه اللي زوينه بزاف صراحه عجباتني. البيشيفتيغونغ ديال الشتودنتن والاتسوبيس، يعني هادو بالنسبه لهم معلومات مهمين بالنسبه للناس اللي ديجا دابا في الالمان. القانون دابا كما كتعرفوا بالنسبه لاصحاب التكوين المهني اللي كيديروا تكوين مهني في المانيا كيعطيهم الحق انهم يخدموا 11 السوايع. يعني كتلقى واحد مثلا كياخذ مثلا على التكوين المهني ديالو واحد 1000 اورو، كتبقى ليه واحد 800 نت، ولكن ديك 800 يلاه كتقدو باش انه كيخلص كراه وياكل وترونسبور التليفون الى اخره. فباش يزيد انه يصيفط شويه لوالديه ولا يدير شي لعيبات اخرين يوفر ولا شي حاجه، كيمشيو الدراري كيزيدوا يخدموا واحد 10 السوايع. ايوا دابا سيدي راه قالك عندك الحق تخدم 20 ساعه، ما بقاتش غير 10 السوايع. وبالنسبه للطلبه جوبونس هذا راه قانون قانون غلط غالبا في هذه الباج هذه، لان الطلبه ديجا دابا كيخدموا 20 ساعه في السيمانه، عندهم الحق يخدموا 20 ساعه، حقاش المانيا فيها احسن حاجه صراحه اللي ما كايناش بزاف ديال البلاد اخرين، هو انك ممكن تجي لالمانيا يعني تكون مثلا تسلفتي دوك الفلوس ديال الضمانه، ولكن عندك الحق منين تجي تخدم وتصرف على راسك ودوك الفلوس ترجعهم للناس اللي تسلفتيهم من عندهم. فالطلبه لحد الان كانوا عندهم الحق يخدموا 20 ساعه. انا فاش كنت في الالمان كنت كنخدم مثلا 20 ساعه في الشهر، دابا ولا عندك الحق تخدم 30 ساعه. هنا كما قلت سيوما راه غير غلط، لان شحال هذه كما قلت راه كان ديجا 20 ساعه، دابا راه ولات 30 ساعه على ما سمعت. يعني 30 ساعه تبارك الله راه الخير والبركه. راه خاصكم تعرفوا ان بعض الشركات راه كيخلصوا 19 اورو في الساعه، 20 اورو في الساعه للطلبه. فإلا ضربتيها في 20 ولا في 30 راه الله يبارك، راه كتولي خدام خدمه اللي تبارك الله اللي تقدر تزوج بها ودير بها الوليدات. وبطبيعه الحال ماشي كاع الشركات هكا، مي في الوقيته ديالي فاش كنت تماك في الالمان كانوا شركات اللي كيخلصوا هاد اللعيبات هادو للطلبه. وبالنسبه لاتسوبي كما قلت الناس اللي كيديروا تكوين مهني غادي يولي عندهم الحق يخدموا 20 ساعه، ما يبقاش عندهم الحق غير في 10 السوايع. واحد الحاجه اخرى عاوتاني اللي واعره بزاف واللي شحال هادي كانت فريمون كدير مشاكل للدراري، هما صحاب الناس اللي كيجيو يقلبوا على شتودين بلاتس. كيفاش شتودين بلاتس زوخه هذه عمرنا سمعنا بها، وسيدي راه كلشي كيدير هذه القضيه هذه، ولكن ما كنتوش عارفينها. هو الناس اللي كيدفعوا للشتودين كوليك ولا الناس اللي كيدفعوا للدي اس راه هادوك راه كنت دافع بحال قلتي دافع كتقلب على بلاصه فين تقرا في الالمان. فالناس اللي عارفين هو ان في الفتره ديال الشتودين كوليك ولا في الفتره ديال الديسا ما عندكش الحق تخدم. المانيا كانت مانعه هذه القضيه، العام الاولاني ما عندكش حق تخدم. فكانوا الطلبه كاملين كيضطروا انهم يمشيو يقلبوا على خدامين في النوار. وكاين اللي كيطب في داك الكونت ديالو العام الاولاني. ايوا سيدي دابا ما بقاش عندك هذا المشكل، وليتي تقدر اون فوا تجي تحط رجلك في الالمان تخدم ديريكتومون. هادشي كما قلت راه يتفعل ان شاء الله ابارتير من مارس 2024. واحد الحاجه اللي فريمون زوينه بزاف. وكما كتشوفوا الالمان دابا ولات كتقول اجي سيدي هذا علاش اخويا عاطينو 10 السوايع، عطيه 20 ساعه يخدم. هذا 20 علاش عاطيه 20 هو كيخدم ديجا 30، عطيه 30 يولي يخدمها ترونكيل ماشي مخلوع وخايف لا يحصلوه. انت سيدي هادو كاملين خدامين نوار في الريستورات، علاش اخويا خدامين نوار، عطيهم الحق انهم يخدموا باش يخدموا صافي. هادشي اللي ولات كدير اي واحد بان فيه البلان يقدر يخدم لصقات ليه الحق ديال الخدمه. والالمان راها كلها خدمه. يعني شخصيا العام الاولاني ديالي خدمت بزاف ديال الخدامي، يعني كاين خدامين بزاف واخا نورمال ما كانش عندك الحق تخدم، ولكن راه كانوا بزاف ديال الخدامين اللي كان ممكن اللي كنت كنخدمهم. ما بالك انك الا ديجا عندك البيرمي ديال الخدمه. فريمون الخدمه الحمد لله موجوده بزاف في ديك البلاد. فوالا دونك هادشي اللي هادو اهم حوايج بالنسبه للناس اللي كيمشيو يقلبوا على تكوين مهني ولا يمشيو يقلبوا على سميتو الخدمه. هادو كما قلت انا ديجا القانون ما كنصحش به، كانوا فيه تغييرات. شحال هادي كانوا كيقول لك 25 عام ما تفوتاش الا بغيتي تمشي للالمان وتقلب على تكوين مهني. ديجا الموعد ديال الفيزا صراحه عندنا ما كيخرجش في المغرب. وديجا ما كنصحش به، لان كما قلت كاينين تجارب خايبه ديال الدراري اللي مشاو تماك دوزوا واحد البيريود خسروا فلوسهم ورجعوا في حالاتهم، لان ما باقي ما تعلمش كيفاش يقلب على خدمه، وباقي يلاه كيمشي يلاه كيقلب على الكرا يلاه المشاكل منها من ليه.
يعني من الاحسن الواحد يمشي يدخل ديريكتامون يخدم، هذه اهم حاجه. والحمد لله اللي عنده اللغه مزيانه راه كيلقى بزاف ديال العقود. الدراري اللي راه كيما شفتوا في الفيديوهات اللي قبل بزاف كيلقاو عقود راسهم كيخدموا عليهم راسهم، يعني الحمد لله راه ما كاينش المشكل. النقطة الموالية، وهذه غادي يكونوا هذوك العقود الموسمية اللي كتسمعوا عليهم، راه كاينين في النمسا كاينين حتى في الألمان. فهادو تما يسروا لهم بعض الحوايج، ان ممكن داك العقد يعني ممكن داك المشغل ما يبقاوش يفرضوا عليه حتى هو الكواليفيكاسيون، لا خاصو يكون ديجا داير تكوين، لا خاصو يكون داير هذا يكون داير هذا. صافي المشغل يقدر الا بان ليه ان عنده واحد الخصص ضروري، بروجي جا خاصو بزاف ديال الناس اللي يخدموا، يقدر يجيب اي وحدين. ما غاديش يبقى يقولوا لهم لا راه خاصو يكون عنده الكفاءه ولا ما عندوش، ايغال اي واحد ممكن يجيبهم يخدموا عنده واحد البيريود خاصو يخلص عليهم طياره وداك الشيء. يخلص عليهم داكشي، يعني الطريف يكون داكشي كيخلصوا اللي موافقين عليه النقابات اولا شوف على حسب هو مع من داخل، يعني ماشي يجيبهم ويستغلهم. وعطاوه بان ما بقاتش غير 8 شهور عنده الحق يجيبهم، يقدر يبقاو حتى 12 شهر ويخدموا، ولكن خاصهم يعطيهم يخدموا على الاقل 30 ساعه في السيمانه. يعني هذه حتى واحد حاجه اللي تزادت. فالناس اللي كيبغيو يديروا هاد العقود الموسميه راه ممكن انهم يستافدوا من هادشي، خاصكم غير تقلبوا عليه. دونك فوالا كما قلت هادشي الاخر ديال ابارتير من جوان 2024 ندوي عليه ان شاء الله في الفيديو الجايه. قولوا لي في التعليقات واش فريمون بغيتو ندوي عليها بهذه الطريقه التلقائيه اللي درت اليوم. سمحوا لي بزاف لان فريمون راه الوقت ما كاينش باش انني نصور ونقاد داكشي، وفهمت يعني كتبقى الا بقيت كنعقد على راسي هادشي ونقاد داكشي بطريقه اللي زوينه بزاف ما كنديروش، كنطيح في التسويف ولا ما سميتو. الا كنتو راضين على هذا الشيء اللي قدمت لكم اليوم قولوا لي في التعليقات باش نتشجع انني نشارك معكم اي حاجه خرجت جديده بلا ما نبقى نفكر بزاف الاضاءه نقاد. راه غير باش قضيت هذا الاستوديو اليوم المتواضع اللي ماشي شي حاجه، راه تقريبا واحد 3 تسويع ما كنزيدش فيه باش انني قاديت هذا الشيء هنايا. المهم اكتبوا لي في التعليقات واش استفدتوا، واش نبقى يعني الا تحت الفرصه شي فيديو بحال كسبونطاني نديرو، او لا من الاحسن خليته يكون داكشي بقى مريقل عاد باش نحط فيديو. وقولوا لي واش مهتمين باش نديروا فيديو اخرى على على 2004 لا على جوان 2024. الا بغيتوا نديروا على تيش فيديو قولوا لي. تبارك الله عليكم. كان معكم سعيد هوغا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.